السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بجمهورية حمدي ووفاء وتكملة الفيديو اللي فات. طبعا الأستاذة بعد ما عملت المقلب قالت لي في حاجات كتير ناقصاني، يلا بينا خرجني. بعد ما خليتني اجيب المواسير لوحدي. فخليتني اجيب المواسير واقعد اشيلها لوحدي وحطيتها في العربية بالعافية. في الآخر برضو في حاجات ناقصة. عايزة اعمل مقلب. ما علينا. المهم احنا النهارده خرجنا عشان نجيب حاجات ناقصانا بقى عيد كل سنة وانتم طيبين. طبعا لو قعدت اقول له واكتب له في ورقة مش هيجيب لي الحاجة اللي انا عايزاها. ليه وانت هتجيبي ايه؟ انت هتجيبي ايه بالظبط؟ لا احنا هنجيب الحاجات الأساسية المهمة اللي ناقصانا عشان يعني قبل ما نروح، علشان لو اتشقلبت في مخك انت حر. انا كده انا عارفك ان انت ما بتصرفيش حاجه خالص. ما علينا، هنروح دلوقتي نتحرك ونجيب الحاجه ونرجع نشوفها هنعمل ايه. وخليكم معانا علشان خاطر النهارده الفيديو يبقى قوي. حطوا لايك للفيديو ده وتشتركوا في القناه لسه ما اشتركتوش. يلا بينا. شايفين اللي يخرج مع مراته يحصل فيه ايه؟ كنت عايز نخرج معاك. شايفين لو لسه في حاجات بتقول ايه احنا مش لاقيينها نبقى نجيبها بعدين. لسه هدور على حاجات ولغايه دلوقتي انا مش عارف ايه الحاجات دي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبت عليا يا حمدي. وايه هي الحاجات بقى؟ ما اعرفش ايه هي الحاجات. الجو حر. انا كنت عايزها تخرج معايا، كان ليه ما تخرج لوحدي؟ ونستك وجبت حاجات اهو. ونستك وفلستك. وهو بتحب ترزع الباب علشان خاطر تتاكد انه قفل، على طول بقول كده. بحب اطمن. الولاد قاعدين هنا اهو. هنا الحمد لله جبنا لكم مانجا عشان قعدتوا محترمين. فين وفاء؟ فين؟ ايه ده انت قاعده لوحدك ليه؟ قاعده لوحدك ليه؟ بص امك عملت فيها ايه؟ كل ده علشان اخليها تيجي معايا. عملت ايه ده؟ انا طيبه وغلبانه اه. بصوا بقى هي جابت مفارش. احنا طبعا دي المواسير اللي جبناها قديمه، ودي بقيه الحاجات بتاعت الستاير. بصوا بقى هي جابت ايه النهارده. قولوا لنا رايكم بصراحه. حمدي ما كانش راضي يخليني اجيبه، بيقول لي ما لهمش لازمه. صح يا حمدي؟ بقى طقم السفره ده طقم سفره هنفرشه دلوقتي معاكم علشان وفاء مخططه النهارده خطه كبيره جدا ان هي عايزه نعلق الستاير. فحبينا بقى نعمل شويه تغييرات، هننقل حاجات مكان حاجات ونظبط بقى. جبنا اباليك للاماكن دي اللي احنا ما كناش حاطين فيها. وكمان وفاء عايزه تغير الاماكن، عايزه تشيل الانتريه من هنا وتخليه في مكان تاني. هتغير النظام. السفره تبقى قدام النيش. عايزاها تبقى قدام النيش هنا، والانتريه خليه في النص. مش عارفه ازاي يعني. انا هحاول زي ما انت قلت. نفع ما نفعش هنشوف برضه مع بعض. هنعلق بقى الستاير ونعلق الاباليك. ده الشغل السريع بتاعنا. ادي اول ستاره ركبت. بص شكلها كده. الدنيا بقى الاضاءه هتتظبط يعني لما نركب بقى الاضاءه بتاعت السقف ومع الستاير. بتبقى ضاربه في الكاميرا فبتخليكم مش شايفين الصوره واضحه، عشان كده بتقول الصوره مش واضحه، عشان كده خليناها لكم. بص وفاء خلاص هتخش في بوقي خلاص. بص وفاء ضحكت ازاي عشان الستاره ركبت. يلا بس نكمل بقى عشان الستات دول عليهم حاجات يا جدع. عايزه افرش السفره دي واشوف شكلها. ماشي. احنا هنكمل بقى الستاير كلها. بصوا هناك الجوده عامله ازاي عشان الشمس بتبقى ضاربه في الشبابيك، لكن هنا تلاقوا الجوده ايه مظبوطه. فهمتوا؟ عرفتوا بقى ايه؟ احنا بنفهم في التسويق. بالظبط كده. وكده خلصنا الستاير اللي في الريسبشن كلها. شوفوا الدنيا نورت ازاي واتظبطت. بقت حلوه ازاي. ركبت هنا 2 ابليك هنا وحطينا الدرع بس لسه هلمعهم. وهنا حط 2 ابليك برضو. هنا ابليك وغيرنا مكان التلفزيون وحطينا ابليك هنا، والتلفزيون بقى في النص بقى المنظر كده عشان زي ما قلت لكم هنا الانتريه مكان السفره والسفره مكان الانتريه. هي الركنه هتفضل في مكانها. هنشوف بقى هنعمل ايه هنا دلوقتي. خليكم معانا. انا نسيت اقول لكم هعمل لها كيس غير شكلها بس بعد العيد. مش هي اللي بعد العيد للاسف. شفتوا كده الجوده اتظبطت بتاعت الفيديو علشان الستاير هي اللي كانت السبب في المشكله. ان كانت بتضرب في الكاميرا.
بالظبط كده كده اللون ابيض، ووفاء رجعت بيضه تاني زي ما كانت اهي. انا بتعملها دلوقتي مش بيضة خالص. عمري ما كنت بيضة. عمري ما كنت بيضه. يعني انا اللي بيضه. احنا اللي بيض. احنا اللي بيضه. مش فاهمة حاجة. انت بيضة مسكرة. اه الجو حلو. الجو حلو. ماشي حلو، ما تنسوش تحطوا اللايك. ماشي يا محمد. سبسكرايب. لازم سبسكرايب يعني؟ وشير. يعني لازم يعني سبسكرايب وشير كمان؟ طب قولي لي يعني ايه شير كده؟ يعني ايه شير طيب؟ يعني شيء. يعني شير طيب اعملوا شير زي ما هي عايزه. احنا جايبينه على انه 6 كراسي، طلع 8 كراسي، في كرسيين فاضوا. زيادة بس مش هيخسر يعني. جميلة وجميلة. كان في لبني بس ما رضيتش اجيبه، خفت لقيتها بسرعة، قلت الغامق ده يستحمل عيالي يعني. هو ده كده لونه ايه يا وفاء؟ عشان انا ما عندي مشكله في الالوان. ده موف. بصوا اللون، هحاول بس اجيب لكم موف التفاصيل. يعني مش موف اللي هو موف اللي هو بتنجاني اللي احنا بنقول عليه بتنجاني. ايوه بتنجاني، ايوه. هو شكله حلو وبيحمي وينظف ويخلي الشكل جديد. وانا نوض عليه جميل. عشان لما نيجي ناكل نفسنا تتفتح على الاكل، عشان احنا نفسنا مسدوده بقالنا فتره. والله بقالنا فتره ما كناش محشي ولا اي حاجه. مشغولين انشغال، مش نفسنا مسدوده منه. طيب نخلي عندنا دم بقى وناكل محشي ونخربها في العيد لحمه. العيد لحمه وفته مش محشي. ايه رايكم كده في الانتريه؟ وادي شكل الانتريه. قولوا لنا برضو رايكم كده، النظام كده بيتهيألي اختلف مع الديكور الجديد، مع الابليك اللي ركب اللي منور شكله جميل ده، مع الدرعين، مع الستاير، مع الركنه والتلفزيون. ماشي لسه احنا هنكمل. ده كده مكان السفره كامل، السفره بالنيش زي ما قلتوا لي ان الاثنين يبقوا مع بعض، وفعلا لقيت كلامكم صح. لو في اي تعديلات تانية عرفوني. انتريه مش عاجبني كده بس عاجب حمدي. انا شايف ان هو كده جميل وشكله حلو. انا هبعت لكم ورقه عشان تشوفوا المنظر. هو حلو مش وحش، بس حاسه ان هو كان محتاج مكان تاني غير هنا. بس يلا مش عارف انتوا قولوا لنا، بس انا شايف ان كده مناسبه جدا، علشان احنا بنحب نبدا المقدمه مع بعض، فنبدا من هنا من المكان ده، هنبدا المقدمه من هنا. حمدي حط لنا الايه القرانيه هنا. هنا دي ايه الكرسي في اول باب من باب الشقه. وبعدين المرايه اهي. طبعا السجاد زي ما احنا قلنا لكم قبل كده ما نقدرش نقلله علشان خاطر صدى الصوت، عشان تقدروا تسمعونا كويس. بس هو كده مش كتير اصلا يعني. انا شايفاه اصلا في مساحات كتير يعني، حتى عند السفره مفيش سجاد اساسا. هو بس عشان هنا المكان يعتبر ضيق شويه فمفيش مشكله. قولوا لنا برضو رايكم في اللون بتاع المفرش الجديد ده، يعني هو اللون حلو مش وحش؟ لا حلو، هو غامق. انا شايفه هو لون حلو، يعني انا شايفه اللون جميل مناسب للاكل يعني. عشان ده مكان اكل فلازم حاجه غامقه. ويا رب الفيديو يكون عجبكم. استنوا بقى ان شاء الله روتين تاني. لو الروتين ده عجبكم هنزل لكم روتين تاني. بقيه الغرف لسه عايزه اظبطها عشان العيد. حطوا لايك واشتركوا في القناه. طبعا هم ساعدونا كلهم، كانوا بيمسكوا لنا المسامير والسلم، وانا جبت مفك كهرباء كده ده اللي ساعدني في اني اركب كل الحاجات المسامير والحاجات دي. حتى غير الحاجات اللي فوق دي علشان الاضاءه تظبط اكتر. ده مفك بيشتغل كده بالشحن، يعني علشان خاطر اربط بيه المسامير فك وربط، فده ساعدني كتير، فانا بشكره جدا طبعا، علشان من غيره كنت هتعب جدا. انا بحب اشكر المفك. بحب اشكر المفك. والشكل كده اصبح جميل. فقولوا لنا رايكم يا جماعه، علشان رايكم والله احنا بنقرا التعليقات، والناس اللي بيكتبوا لنا برده تعليقات. لان انتوا طبعا اكيد عندكم خبره اكتر مننا. بالظبط. ناس كتير
كتير اذواقها بيبقى احسن من ذوقنا، فعرفونا برضه ناويين ان شاء الله نجيب لوحه هنا او اي حاجه في الحته دي عشان لما نيجي نصور لكم هنا لما نكون بناكل ولا حاجه وبنصور اكل يبقى المنظر جميل ورانا، فنحاول نجيب كده اي لوحة في المكان ده بالظبط. وروحوا تابعونا على الانستجرام من اللينكات اللي موجوده في الوصف. لينك الانستجرام الخاص بوفاء موجود في الوصف، ووفاء بتتحداني ان الاكونت بتاعها يجيب الاكونت بتاعي في عدد المتابعين ان شاء الله. فهنشوف هي بتتحداني في اسبوع وبتقول لي على العيد هكون وصلت لعدد المتابعين بتوعك، فهنشوف. وروحوا تابعوها، وانا عايزها ان هي تسبقني كمان. هي بتعمل صور احلى مني فعلا. لا ولا احلى منه ولا حاجه، بس يعني ده تحدي يعني ما بيني وما بينه. يلا نشوفكم ان شاء الله على خير، ومع السلامه. مع السلامه. يا رب انكم باي. باي.